الفيلم بيبدأ بهرم مدرج في المكسيك، وجواه بنشوف تاد اللي بيلمس النقوش الأثرية على الحيطة، وبيجي أصحابه بيتريقوا عليه لكنه بيقول لهم إنه وصل لحاجة مهمة جدا، وبيدوس على النقش اللي على الحيطة فبتفتح بوابة كبيرة وبيقع تاد والكلب بتاعه. وجوه المكان تاد بيشوف موميا مصرية وهرم مقلوب، والكلب بتاعه بيوقع هيكل عظمي بالغلط وبيوقع منه قطعة ذهبية. بس تاد مش بيهتم وبيفكر ازاي في المكسيك وفي تابوت مصري، وفجأة الأرض بتتحرك والتابوت بيتسحب لفوق، وتاد بيحاول ينقذ الكلب بتاعه بس هما الاتنين بيقعوا. وعلى آخر لحظة سارة بتوصل وبتنقذهم وبتطلعهم بره المكان، ورئيس البعثة بيتعصب على تاد لأنه مش بيسمع الكلام، وكل اللي بيعمله إنه بيدمر كل حاجة بيعملوها. وتاد بيحاول يقول لهم إنه شاف تابوت مصري بس الرئيس واللي معاه مش بيصدقوه، وبيلوموا سارة لأنها أقنعتهم إنه مستكشف آثار كبير. وتاد بيعترض ورئيس المستكشفين بيطرده هو والطائر بتاع سارة والكلب بتاعه، وبيحضر شنطته بيقول لسارة انهم لو عرفوا انه اكتشف الطرق ومدينة بيتيد الأثرية كانوا هيصدقوه. وسارة بتفكروا انهم اتفقوا ما يقولوش لحد لان الحاجات دي خطيرة وممكن تدمر العالم كله. وقبل ما يمشي تاد بيشوف ان الكلب معاه القطعة الأثرية اللي وقعت من الموميا، وبيحاول انه ياخدها بس الكلب بيبلعها. وفي واحد بيكون بيراقبهم وبيتكلم في التليفون وبيحكي عن اللي حصل. وتاد بيودع سارة وبيمشي وبيركب عربيته وبيوصل للبيت، وبيفتح الباب وبيلاقي الموميا مستنيه جوه، وبيقول له انه مستنيه هنا من شهرين عشان يروحوا مغامره تانية. وتاد بيتضايق جدا لما بيعرف ان الموميا صرف كل الفلوس اللي على الفيزا بتاعته على المشتريات اللي اشتراها اونلاين، والكلب بيرجع السلسله اللي كان بالعها. وتاد بيقول للموميا ان الناس لو عرفوا الاستكشافات اللي اكتشفها هيكون اشهر عالم اثار في العالم. وفي نفس الوقت ده ساره والمستكشفين بيوصلوا للتابوت اللي تاد قال عليه، وبيتفاجئوا فعلا ان التابوت ده مصري وعليه رموز، وعرفوا انه ملعون. وتاد بيكون خارج من المتحف فبتجيله مكالمة من شخص ما يعرفهوش، وبيقول له ان هو عارف انه اكتشف تابوت مصري في المكسيك، وبيقول له يركب العربية اللي قدامه عشان يقعد معاه. وتاد بيركب العربية وبيوصل للقصر وبيقابل فيكتوريا اللي بترحب بيه وبتوريه له مجسم مصغر للأهرامات المصرية، وبتحكي له ان كان في ساحر استخدم لوح اسمه الزمرد واستخدمه في السحر عشان يحارب الفرعون المصري، بس الفرعون اكتشف خداعه وأمر بحبسه واخد اللوح منه واحتفظ بيه في مكان محدش يعرفه. ومع الوقت جه عالم الآثار اسمه دومينيك اكتشف حاجة يقدر يوصل بيها للوح بتاع الزمرد الأخضر، وبتقول له اكيد خبى الحاجات دي في متحف اسمه اللوفر لانه كان المدير الاول للمتحف. وبتوري له الكتاب بتاع دومينيك اللي بتوري له قطعه بتدل على الزمرد، وبتقول له انه لما اكتشف التابوت في المكسيك القطعه دي بدات انها تلمع، وبتقول له ان التابوت ده فيه مفتاح او حاجه اكيد هتوصلهم للوح الزمرد. وتاد بيقرر انه يكتشف مكان اللوح عشان يتشهر ويبقى عالم كبير، وبيرجع البيت وبيكلم ساره في التليفون وبتقول له انهم وصلوا للتابوت ونقلوه للمتحف. وتاد بياخد القطعة الذهبية وبيقرر انه يروح عشان يفتح التابوت بنفسه. وتاد بيوصل لهناك وبيحط القطعة الذهبية والتابوت بيتفتح وبيلاقي موميا صغيرة معاها صندوق. وتاد بيقول للكلب والموميا والطائر انهم ما يعملوش صوت عشان محدش يسمعهم. والموميا بيلمس الصندوق وبيظهر ضوء اخضر شديد جدا، والضوء بيسحب كل حاجة في المكان وبيسحب الموميا والطائر والكلب، وتاد بيقدر يستخبى. وتاد بيلاقي ان الكلب والطائر اندمجوا في شخصية واحدة، والموميا كمان بيتحول لتمساح وبيجري بسرعة وبيدمر كل حاجة قدامه من الفجعة، وبيوقع التابوت على الارض وبيرجع لطبيعته تاني. فتاد بياخده وبيخرج بسرعه قبل ما البوليس يجي. وتاد بيقول له انه بقى ملعون ولازم يرجعه لطبيعته هو والكلب والطائر، وبيقول له انهم لازم يروحوا المتحف اللوفر اللي ساب فيه العالم دومينيك الخريطه اللي هتدلهم على المكان. والشرطة بتوصل للمكان وبيلاقوا شنطة تاد وبيتأكدوا ان هو السبب في كل اللي حصل. وسارة بتخرج من المتحف وبتركب مع فيكتوريا اللي بتقول لها ان تاد سافر لباريس، وسارة بتقرر انها تروح وراه. وتاد والمجموعة بيكونوا وصلوا لمتحف اللوفر في باريس وبيستكشفوا المكان كله، والموميا بالصدفة بيكتشف مكان سري تحت التمثال، فبينزلوا بيكتشفوا ان ده المكتب بتاع عالم الآثار دومينيك، وبيدوروا على مكان الخريطة اللي هتوصلهم للزمرد الأخضر. والموميا بيجري على تاد هيموت من الرعب وبيقول لتاد انه شاف موميا حية، وبالفعل بتظهر لهم الموميا وبتقول لهم انها اسمها رامونا. وتاد بيسألها هي ازاي على قيد الحياة لحد دلوقتي، فبتقول له انها من 500 سنة شخص قال تعويذة جنب التابوت بتاعها ورجعت ليها الحياة من تاني. وعالم الآثار دومينيك لما شافها اقنعها انها تفضل هنا عشان هتكون في خطر بره. وتاد بيطلب مساعدتها انها تعرفهم فين مكان لوح الزمرد عشان تنقذ صاحبه. وفجأة الشرطة بتوصل وتاد بياخدهم وبينزلوا على نفق سري بيطلع على النهر. وقبل ما الشرطة تمسكهم تاد بيركب محرك في الحوض اللي معاه عشان يهرب منهم، وبعد مطاردة كبيرة بيقدروا انهم يهربوا من الشرطة. ورامونا بتعرف تاد انهم عشان يوصلوا للمفتاح لازم يسافروا مصر. وتاد بيسألها عن المفتاح وايه فايدته، فبتقول له ان المفتاح ده هيستخدموه عشان يشغلوا الخريطة اللي هتوصلهم للوح الزمرد. وتاد بياخد من الموميا صاحبه التليفون وبيرميه في المية لانه بيستخدمه كتير، وبتحول الموميا لتمساح تاني. ورامونا بتقول لتاد ان ده وحش متكون من وحوش كتير، والموميا بتحول للأسوأ وبيكون تمساح عملاق
وبيحاول انه يهاجم تاد، وقبل ما يهجم عليه رامونا بتلعب معاه بالبطه وبيرجع لطبيعته من تاني. وفي نفس الوقت ساره وفيكتوريا بيوصلوا متحف اللوفر وبيلاقوا الخريطه اللي كان مخبيها دومينيك في الدرج بتاعه، وبتعرف من الخريطه ان الزمرد مكانه في مصر، فبتتكلم مع المستكشفين عشان يسافروا لهناك. وتاد والمجموعه بيكونوا وصلوا لمصر وبيمشوا في النيل وبيوصلوا للمكان اللي فيه المفتاح. ورامونا بتقول لتاد ان المفتاح خلف الشلال، وتاد بينزل ورا الشلال وبيفتح الصندوق وبياخد المفتاح اللي على شكل هرم مصغر. ولما بيخرج ليهم بيلاقي ان الشرطه محاصراه في كل المكان وبيستخبوا ورا صخره بسرعه. وتاد بيلوم الموميا وبيقول له ان كل اللي هم فيه ده بسببه، والموميا بيتحول لتمساح كبير عملاق والمره دي بقى عنده جناحات وبيبدا يطير. وتاد والمجموعه بيتعلقوا فيه وبيقدروا انهم يهربوا من الشرطه. وفي نفس الوقت ساره وفيكتوريا والمستكشفين بيوصلوا للمكان بتاع الجبل اللي مرسوم في الخريطه اللي معاهم، وبيدخلوا الجبل ومش بيلاقوا اي حاجه، وبيلوموا فيكتوريا لانها ضيعت الوقت على الفاضي. والتمساح والمجموعه بيكونوا بيطيروا فوق الصحراء وعيون التمساح بتنور، وكمان الجوهره اللي في الكتاب مع فيكتوريا بتنور. وبيقع التمساح في الصحراء بيهم وبيرجع لطبيعته كموميا، بس مش بيرجع بكامل هيئته. وتاد بيروح له وبيعتذر له عن الكلام اللي هو قاله. ورامونا بتقول لهم انهم وصلوا لمكان الخريطه وبيلاقوا ان ده نفس المكان اللي ساره وفيكتوريا والمستكشفين موجودين فيه. وتاد بيستغرب جدا ان الموميا رجع لطبيعته لما قربوا للمكان ده. ورامونا بتقول له ان لوح الزمرد بيقدر يتحكم في اي حاجه زي ما جاب الموميا لحد هنا. وبتيجي فكره لتاد عشان يقدروا يدخلوا المكان، وبيخلي الموميا يلبس لبس صحاري ويروح للمستكشفين ويقول لهم ان هو اكتشف موميا مصريه قديمه. والمستكشفين بيفرحوا جدا وبيبداوا ان هم يفحصوا الموميا. وتاد في الوقت ده بيدخل وبيقابل ساره، وتاد بيقول لها انه لازم يوصل للزمرد عشان ينقذ الموميا اللي بقى ملعون. وفيكتوريا في الوقت ده بتكون سامعه كل حاجه. وتاد بيحط الهرم المصغر في قلب الصخره، والصخره بتبدا تطلع لفوق ولونها بيتحول لرموز مكتوبه باللون الاخضر، وبيفهموا من الرموز دي ان لوح الزمرد موجود في الهرم الاكبر خوف. والمستكشفين كمان بيدخلوا للمكان وبينبهروا باللي شايفينه. وفيكتوريا بتدخل عليهم وبتمنحهم من الخروج هي والحارس، وبتقول لهم انها اخيرا هتقدر تحكم العالم كله. وتاد بيفهم ان اللوح بيتحكم فيها ومش فيكتوريا هي اللي بتتكلم. وفيكتوريا بتخلي المساعد بتاعها يحبسهم جوه الجبل، وبتقول له انه يبلغ الشرطه بسرعه وبتمشي. وتاد والمجموعه بيحاولوا انهم يخرجوا من الجبل وبيلاقوا الشرطه في كل مكان وبتقبض عليهم. وتاد بيحاول يقنعهم ان العالم كله في خطر، بس محدش بيصدقه وبيضربوه وبيفقدوا الوعي. وفي نفس الوقت فيكتوريا بتكون وصلت لمكان الهرم الاكبر وبتدخل جواه. وتاد بيفوق وبيأنب نفسه لانه حاسس بالفشل ومش عارف ينقذ صاحبه الموميا اللي خلاص قرب ان هو يموت. بس الموميا بيحاول يشجعه وبيقول له ان هو اقوى واعظم عالم اثار في العالم. فبتيجي فكره لتاد وبياخد اللعبه بتاعت الموميا وبيرميها على العربيه بتاعت الشرطه، فالموميا بيتحول لوحش عملاق وبيخوف الشرطه والمستكشفين وبينطوا من العربيه. وتاد والموميا اللي بيكون فقد الوعي بيركبوا العربيه، ورامونا بترفض انها تركب معاهم وبتقول لهم ان الشرطه هتوديها للمتحف المصري وهتكون مبسوطه هناك ومشهوره. وبيودعوها بيروحوا للاهرامات، وفيكتوريا بتكون لسه بتستكشف المكان والحجر اللي في الكتاب بيطير وبيروح لمكانه على الحيطه وبيفتحها وبيكون في مكان سري. وفيكتوريا بتدخل جواه، وقبل ما الباب يقفل بيقدر تاد والمجموعه يدخلوا جواه في اخر لحظه وبينبهروا بشكل وعظمه المكان الكبير. وتاد بيروح عشان ياخد لوح الزمرد ومش بيلاقيه، وفجاه بيشوف فيكتوريا ماسكه اللوح وطايره في الهواء وبتقرا تعويذه فتح بوابه عالم الوحوش. وبتقول لتاد انها هتقدر باللوح ده انها تحكم العالم كله، وبتحول الموميا لتمساح عملاق وبتأمره انه يهاجم تاد والمجموعه. وبيبداوا انهم يهربوا منهم، وبتيجي رامونا وبتبدا تشتته باللعبه بتاعته، بس الوحش بيبدا يهاجمها هي. وتاد بيوقع صخره وبيوقع التمساح وبيخبط في فيكتوريا اللي بترجع لطبيعتها من تاني. واللوح وقع، بس الكلب والطائر بيقدروا يجيبوه لتاد مره تانيه. والتمساح بيهاجم تاد، وتاد بيستخدم اللوح وبيقدر انه يوقع التمساح في بوابه عالم الوحوش. وتاد بيحزن جدا لانه تسبب في قتل صديقه، بس كل ده طلع ان تاد بيتهيأ له لان اللوح بيتحكم فيه، بس بيقدر انه يكسر الحاجز ده وبيرجع لطبيعته. وقبل ما الوحش يوصل له تاد بيرمي اللوح في بوابه عالم الوحوش، واللوح بيتدمر والبوابه بتتقفل، والموميا بيرجع تاني لطبيعته، وكمان الكلب والطائر بينفصلوا عن بعض وبيخرجوا من الهرم. وتاد بيحضن الموميا وبيحضنوا كلهم رامونا اللي رجعت عشان تساعدهم. وبتوصل الشرطه وتتكلم الشرطيه مع تاد وبتقول له انهم مش هيقبضوا عليهم لان المستكشفين عرفوهم قد ايه لوح الزمرد كان خطر. وتاد بيعرفها انه دمر اللوح كله وبيطمنها، وبيركبوا العربيه ورامونا بتقرر انها تفضل مع الموميا واصحابها الجداد. وفي النهايه لو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك عشان نقدر نستمر في كل جديد. انا احمد ويلا، واللي كتب السكريبت ده القائد محمد عوض.